السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. واهلا بكم على سفرة وسام، حبايبي واخواتي وعيلتي الكبيرة اللي كل يوم بتكبر. بحبكم جدا ويا رب يسعدكم ويبارك ليكم في صحتكم واولادكم، ونكبر مع بعض ونبقى احلى اخوات في الله. وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. ويا رب تكون فيديوهاتي خفيفة عليكم، وان شاء الله النهاردة هنعمل الرز الصيادية بأسهل طريقة وأحلى طريقة، ويا رب تعملوه انتوا في أحسن صحة وأحسن حال. ويلا بينا على مقاديرنا. معايا هنا طبعا حلة على النار، هحط فيها حوالي 6-7 معالق زيت كده، ولو احتجت تاني هحط. انا مبحبش اكتر الزيت بحيث ان هو ومعايا هنا 3 بصلات مفرومين طبعا في الكبة، او تقدري تفرموهم ناعم على ايدك. هفضل اشوح فيهم لحد ما البصل طبعا لونه يصفر ويغمق معايا. بس انا في الاول هحط له معلقه صغيره من السكر. يعني انا بحط هنا للبصل بتاع للرز الصياديه معلقه صغيره من السكر. ليه؟ اولا هتساعده ان هو يحمر كويس، ثانيا هتقلل الحموضه، ثالثا هنا انا بزود معلقتين كمان زيت لان لقيت الزيت شويه. انا كنت حاطه 6 معالق زيت، فحطيت كمان معلقتين 3 كده. وكمان السكر هيخليه كمان لو البصله غمقت منك ما تمررش، وتيجي تعملي الرز تلاقيه ممرر كده، لا، هيساعد ان هو ما يمررش معاكي. مهما البصله تغمق مش هيمرر معاكي. هنا انا ببتدي اشوح فيه كده وهسيبه لحد ما يحمر خالص، لان اللون هناخده هنا بقى معايا بابريكا، معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره من من الكركم، ومعلقه من الكمون، ونص معلقه فلفل اسود. يبقى معلقه كركم، معلقه بابريكا، معلقه كمون، نص معلقه من الفلفل الاسود. وهحطهم يتشوحوا كده. ما تنزليش بالرز الاول. هنا معايا 3 كوبايات من الرز مغسولين ومنقوعين ربع ساعه. ليه ما تنزليش بالرز الاول؟ لانك انت لما بتنزلي بالبهارات على البصل وتاخد تشويحه كده نص دقيقه، ريحه البهارات بتتحمص وبتطلع بتقلب ريحه البيت بصراحه. وبعدين تنزلي عليهم بالرز، تبتدي بقى تقلبي فيه وتشوحي فيه كده لحد ما تلاقيه كده اتغلف من الزيت، وخد من طعم البهارات وخد من لون كمان البصل. يعني البصل هو اللي بيدي اللون للرز. وهنا طبعا انا بملحه وبحط معلقتين صغيرين من الملح. هنا عشان انا حاطه سكر، فعلى فكره بياخد سنه ملح زياده شويه، يعني خلي بالك حتى لما تزودي الميه ابقي دوقيه، شوفي الحدق بتاعه، لان هو انا حاطه سكر فبياخد يعني ربع معلقه ملح زياده. وهنا انا حطيت قرن من الشطه وفتحته بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، وحطيته كده. مش عايزه تستغني عنه مفيش مشكله، يعني انا ما قطعتوش، بس انا فتحته عشان اخد الحراره اللي فيه شويه كده، يبقى يدي شطشطه او لسعه بسيطه كده في الرز. وطبعا هنا انا نزلت بالميه، انا كنت عامله 3 كوبايات رز، يبقى 3 كوبايات ميه مغليين، يعني ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هغطي عليه واسيبه يغلي، هسيبه يغلي لمده 5 دقايق او 3 دقايق كده لحد ما الميه تبقى بسوة الرز. يعني هو اول ما تسيبيه يغلي لحد ما الميه تبقى بسوة الرز، وبعدين تهدي عليه بقى النار يتشرب براحته ويستوى براحته. زي ما انتم شايفين كده انا بعد ما الميه بقت بسوة الرز خلاص هديت عليه، وهو كده خلاص دخل في السوى زي ما انتم شايفين كده. ويا رب تعملوه وتجربوه انتوا في احسن صحة واحسن حال. واللون بتاعه تحفة وطعمه تحفة، لان طبعا البهارات متحمصة كده وخدت ريحة حلوة بصراحة. ويا رب الفيديو يعجبكم ونور رضاكم، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. ويا رب اكون خفيفة عليكم، وما تنسونيش في الدعوات، واهم حاجة التعليقات واللايكات. ويا رب اشوفكم في فيديوهات جديدة على خير ان شاء الله، واحنا كلنا في سعادة وصحة وهنا وفرحانين، وبيوتنا عمرنا بالخير والدفى ويا رب بيوتكم تكون دايما عمرنا بالخير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.